بقالنا كتير ما خرجناش مع بعض. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض فلوج عن دريم بارك، وهقول لكم ايه الحاجات اللي تعملوها عشان ما تتسوحوش زي ما انا اتسوحت. اول حاجه اعمليها، ما تطلعيش مع رحله المدرسه. رحلات المدارس اللي هي بتبقى في شهر 11 و12 و1، ابعدي عن الوقت ده انك تروحي دريم بارك لانها بتبقى زحمه موت، بالذات كمان وقت الويك اند. يعني لو عايزه تروحي، روحي يوم حد اتنين تلات في وسط الاسبوع علشان ما تبقاش زحمه. لكن الويك اند بتقفي كتير جدا عمال ما تعملي التذكره اللي انت عايزه تركبي اللعبه، وما بتستمتعيش نهائي وبيبقى الدنيا زحمه جدا. فدي اول نصيحه، انك بلاش في الويك اند، وبلاش كمان في وقت الرحلات اللي هو 11 و12 و1. يبقى غير كده روحي دريم بارك زي ما انت عايزه، بتبقى معقوله وبتبقى مش زحمه زي دلوقتي. احسن حاجه بقى واحنا رايحين ان احنا بنشوف قلعه محمد علي، وكمان بنشوف الاهرامات. خلاص بقى وصلنا دلوقتي دريم بارك. في بوابتين، اول بوابه بتدخليها زي ما انتم شايفين كده، ده بيبقى شكلها، بيبقوا حاطين بنشات كده علشان نقعد عليها لو عايزه تريحي شويه عشان لسه جايه من الطريق. وكمان بيبقى بقى في سوبر ماركت كتير. الاسعار عامله ايه؟ بصراحه الاسعار الضعف، يعني الميه كان سعرها الضعف، الشيبسيات سعرها الضعف، الايس كريم سعره الضعف. بس عامه هي دي رحله يعني، وهيتصرف فيها بقى زي ما يتصرف، مش مشكله، لا اما تبقى عامله حسابك لو مش عايزه تشتري من هناك. في بقى البطاطس والبوب كورن، في اكسسوارات، في يعني الحاجات اللي البنات بيحبوا يشتروها دي، زي ما انتم عارفين، هم عارفين ان البنات مسرفين. تعالوا بقى اقول لكم على الاسعار بتاعه دريم بارك حاليا. زي ما انتم شايفين كده الولاد قاعدين بيشتروا، يعني هم معتمدين جدا على البنات لان البنات هم اللي مبذرين عن الولاد بصراحه. ففي اكسسوارات، في الوشوش ديت. تعالوا بقى اقول لكم على الاسعار في تذكره سيلفر والسيلفر كومبو والجولدن والفاميلي، وتقدري تاخدي سكرين شوت بالاسعار. ده كله احنا لسه ما دخلناش من البوابه الثانيه. المفروض بقى البوابه الثانيه بتدي لهم التذاكر وتروح جايه ايه داخله من الباب ده. تاني حاجة عشان ما تتسوحيش، ان البادجت بتاعتك 500 جنيه فيما فوق. يعني لما تدخلي جوه ما تفتكريش ان انت مش هتدفعي الالعاب، لا، جوه الالعاب بفلوس عادي جدا. يعني انت دفعتي التذكره لمجرد عشان تدخلي وتلعبي الالعاب المجانيه اللي موجوده في اي حديقه او دايموند او كده. لكن جوه في العاب كتير جدا، الالعاب الحلوه بمعنى اصح اللي فيها فكره بفلوس، يعني هتدفعي فلوس، والالعاب مش رخيصه. في العاب ب 100، وفي العاب ب 50، في العاب ب 25، والاكتر الغالي بصراحه. فانت لو ابنك هيروح لوحده، سواء انت معاه او هو هيروح لوحده، فاعرفي ان البادجت 500 فيما فوق للفرد طبعا. زي ما انتم شايفين هي كبيره جدا. ده كله وهندخل تاني على البوابه التانيه. بصوا خلاص احنا دخلنا من بوابه التذاكر دي، بقى البوابه التانيه بقى اللي هندخل بقى جوه. خلاص بقى عند ايه؟ مكان الالعاب بقى، هندخل ايه نتجول في الالعاب دلوقتي. طيب تالت بقى نصيحة، خلي بالك ان ما تخليش ابنك لو اقل من جريد 3، ما تخليهوش ان هو يروح لوحده. ليه بقى؟ لانها كبيرة جدا وهيتسوح جدا وهيتعب جدا. لا اما انت تبقي معاه، لا اما ما تودهوش. وهم بيشترطوا بصراحة اللي قبل جريد 3 او سنة ثالثة ان يبقى ليه مرافق. تعالوا بقى نشوف الالعاب دي، ودي لعبة الديسكفري، طبعا عايزة قلب جامد موت. دي اللعبة دي بفلوس، وفي منها الصغيرة وفي منها الكبيرة. طبعا اللعبة دي عايزة قلب موت. تعالوا بقى الحبيب قلبي ده، قلعة الرعب ده، بصراحة كان رائع. يعني أي بصراحة أكتر لعبة استمتعت بيها. هو بيبقى ب100 جنيه، زي ما انتم شايفين كده، عاملين انه ايه، بيت رعب بيت رعب يعني. تدخلي بقى جوه، هوريه لكم من جوه مع ان كان ممنوع التصوير، فصورت حته صغيره كده. بتمشوا على الجسر ده. انا عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش قادره امشي، زي ما انتم شايفين كده، كنت خلاص، ده اخر حاجه دخلتها، كنت خلاص تعبت جدا. شايفين الجسر متحرك وانت داخله اصلا بتبقي خايفه، يعني هم مأهبينك انك تبقي خايفه، يعني مش عارفه ايه اللي هيحصل. فانا مش هحرقه لكم قوي، هقول لكم يعني كام حاجه حصلت فيه، لكن مش هحرقه لكم قوي عشان لما تدخلوا تستمتعوا. بصوا شايفين عاملين الحيطان ازاي؟ لا مرعب مرعب. داخلين بقى ومتأهبين ومش قادرين نمشي لان احنا خلاص في نهايه اليوم، يعني دخلناه وخلاص مشينا. ده بيبقى شكل الحيطان كده، الشكل مرعب نفسه، والجسر كان بيتحرك ومرعب.
اول حاجه بقى بيعملوها ان هو بيدخلوكي على سينما وبيلبسوكي نظاره ويفرجوكي على فيلم رعب، وبصراحه الكراسي بتتحرك وهوا وتحسي فعلا ان انت وبتقعدي تصوتي حرفيا رغم ان انت عارفه ان ده مش حقيقه، ويفرجوكي على فيلم 3 دي. بس بصراحه كان ممتع جدا، ادخلوه يعني بنصحكم بيه جدا. ده بقى الشلال، والولاد اتبسطوا بيه جدا. بس خلي بالكم بصوا زي ما انتم شايفين كده اتغرقوا، يعني لازم لا اما معاكي بقى هدوم تانية، لا اما تقلعي الجاكيت علشان انت هتتبلي، البنطلون هيتبل والتيشيرت هيتبل. خلي بالكم عشان الولاد بترجع عيانه بسبب الموضوع ده. دي بقى لعبه القطر، قطر الظلام. ده لازم طول معين علشان تدخل. طبعا زي ما انتم شايفين كده، شايفين الزحمه، انا حاولت بس اصور لكم الزحمه، شايفين الزحمه عامله ازاي. ده كله علشان رحت في وقت المدارس، طبعا يعني كانت تجربه سيئه بالصراحه. دي بقى سفينه نوح. برضو انتوا يبان لكم ان هي سهله لكن هي صعبه جدا. زي ما انتم شايفين ده بقى ده دي البيت المقلوب. ده كل حاجه فيه بالمشقلب، يعني انت تدخلي بس تقعدي تتفرجي، يعني عاملين الاباجوره بالمشقلب، عاملين النجفه بالمشقلب، عاملين مش عارفه ايه. وده بيبقى سعره مش غالي، بيبقى 25 جنيه. وده بقى كريزي باص، ده يعني للاطفال الصغننين، ده بيبقى مجانا مش بفلوس. آه يعني الاطفال الصغننين بيستمتعوا بيه. تعالوا بقى ندخل هنا، ده للالعاب الالكترونيك او الفيديو جيمز. طبعا هم الولاد المفروض ان هم مش رايحين يلعبوا فيديو جيمز، علشان يعني يلعبوا بالالعاب التانية ويستمتعوا بيها، وطبعا لما بتكسبي بتاخدي هدايا. وكان موجود كمان اللعبة دي، وبرضو اللعبة دي مجانا. يعني الالعاب اللي موجودة في اي حديقة هي اللي كانت مجانا، لكن الالعاب اللي فيها فكرة هي اللي كانت بفلوس. يعني علشان ابنك ما يتسوحش، يعني تديله 500 فيما فوق علشان كمان وريحي نفسك وما تعمليش اكل. بصوا الميدالية دي كمان، لان على فكرة في مطاعم جوه كتير جدا. لا والاسعار معقولة، يعني الكريب مثلا ب 100 جنيه، 120 جنيه. فالاسعار معقولة وكمان الكافتريات جوه معقولة برضو، انك تشربي نسكافيه او تشربي اي حاجة. برضو الاسعار معقولة الى حد كبير، يعني لا زي الكافيهات اللي بره عادي جدا. فبدل بقى ما تعملي سندوتشات او اكل وكده، تقدري تريحي نفسك وتجيبي اكل من هناك. الاسعار مش غاليه فيه قوي، كلها حاجات يعني تيك اواي كده، مش غاليه يعني. ودي بقى بتاعه الفي ار، ده كان فيلم رعب زي ما انتم شايفين كده، وفيلم مرعب فعلا زي ما انتم شايفين. الولد كان قاعد بيترعش وخايف جدا، وقلع النضاره من كتر الخوف. يعني لا كانت حلوه جدا، وبيقعدوا بقى يحركوا الكرسي ده. فبصراحه كان برضو لذيذه جدا. ما كانتش غالية، تقريبا 25 أو 35 جنيه. ودي كمان الساقية. وكان في كمان قطر الموت الكبير وقطر الموت الصغير، كان في منه نوعين، لكبار وللصغيرين. ودي الساقية، وكان في برضو منها للكبار والصغيرين. ومش عارفة اللعبة دي اسمها ايه، بيقولوا لي انتوا في الكومنت. وده الصاروخ، برضو في منه للكبار في منه للصغيرين. والفنجان، وده البيت المقلوب زي ما قلت لكم. بس كده.